النهاردة هعرفكم على أخطر طير بيسكن السماء، صاحب أكبر وأقوى مخالب في عالم الجوارح، الجارح الوحيد اللي بينبه فريسته قبل ما يصطادها، وده وراه موضوع كبير جدا هتفهموه لما تتفرجوا على الفيديو. بيلقبوه بقاتل القرود، الهاربي إيجل، عقاب الهاربي، مش نسر زي ما بعض الناس فاكرة. الهاربي بينتمي للعقبان، فصيلة أسياد السماء. بيعيش في الغابات الاستوائية في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، والهاربي من أضخم الطيور الجارحة اللي ربنا خلقها، بيوصل وزن الأنثى فيهم ل9 كيلو، والطير ده متسمي على اسم أسطورة يونانية اسمها الهاربي، وده كائن أسطوري جسمه جسم عقاب بس وشه على هيئة بني آدم، وده اللي فعلا هتحسه وانت بتتفرج على وش الكائن العظيم ده، كأن بني آدم بيبصلك، وسلاحه الفتاك هي مخالبه، أكبر وأقوى مخالب في عالم الجوارح. ربنا ادى للهاربي اللي وزنه 9 كيلو مخالب أكبر من اللي اداها للدب البني اللي وزنه 600 كيلو. طول المخلب الواحد عند الهاربي بيوصل ل 13 سنتي، وطبعا الموضوع ده وراه حكمة كبيرة. فريسة الهاربي المفضلة هي من أقوى وأذكى الفرايس اللي ممكن يصطادها طير جارح، القرود. عشان كده ربنا كان لازم يديله سلاح يحافظ بيه على بقائه، والمعجزة الحقيقية هو انه ازاي بيقدر يصطاد حيوان بقوة وذكاء القرد، وده اللي هعرفه لكم كمان شوية. دلوقتي هعرفكم على إبداع تاني من إبداعات ربنا في الطير ده، وهي تركيبة جناحاته وديله. هتلاحظوا ان ديل الهاربي كبير جدا، يمكن اكبر من حجم جسمه كله على بعضه. الديل هو المسؤول الاساسي عن المناورة وتغيير الاتجاهات، هو الدركسيون اللي الطير بيحود بيه، وكل ما حجمه بيكبر كل ما قدرة الطير بتزيد انه يغير اتجاهاته. ومع الديل الكبير ربنا اداله جناحات قصيرة جدا بالنسبة لوزنه، طول جناح الهاربي بيوصل ل2 متر، مع ان ربنا ادى للطيور اللي في نفس وزنه جناحات بتوصل ل3 متر زي النسر اللي قدامكم ده. تركيبة الديل الكبير والجناحات القصيرة هم اللي بيخلوه طير مناور بالدرجة الأولى، زي بالظبط لعيب الكرة اللي رجله قصيرة، وده اللي بيخليه يقدر يرقص الفرقة كلها ويعدي منهم، وده اللي الهاربي محتاجه عشان يقدر يصطاد في وسط الغابة ويتحرك بكل سلاسة بين فروع الشجر وهو بيطارد فريسته. وهعرفكم سحر تاني ربنا ما اداهوش لأي طير جارح غير الهاربي، الريش اللي فوق راسه. كل الطيور الجارحة بتعتمد في صيدها بشكل أساسي على قوة نظرها، بس ربنا ادى للهاربي قوة زيادة وهي حاسة السمع. بيقدر يوقف الريش اللي فوق راسه عشان يعكس موجات الصوت ويكبرها عشان يسمع كل حاجة بتحصل في الغابة، وده هيوصلنا لقد ايه الطير ده ذكي، وده اللي بيخليه يقدر يتحايل على واحد من أذكى الحيوانات اللي ربنا خلقها اللي هو القرد، اللي درجة ذكائه أقرب حاجة للبني آدمين. وهعرفكم دلوقتي ليه الهاربي الطير الجارح الوحيد اللي بينبه فريسته قبل ما يصطادها. القرود كائنات قوية جدا وبيعيشوا في عائلات، مهما كانت قوة العقاب لو دخل عليهم من غير خطة يقدروا يموتوه بكل سهولة لو هم مع بعض. عشان كده الهاربي بيستخدم حيلة ذكية جدا، بيعمل صوت عشان يقول لهم انه موجود، وبيبتدي يخطط وبيدرس سلوك كل قرد فيهم، بيحلل ويشوف مين فيهم الجبان اللي طلع يجري ومين القوي ومين الضعيف، وبكده يبقى فرقهم وحدد هدفه اللي هينقض عليه. وبعد ما تنجح أنثى الهاربي في مهمتها بترجع العش عشان تأكل ولادها. وهو ده إبداع ربنا في عقاب الهاربي، وإزاي اداله كل الأدوات عشان يقدر يحافظ على بقائه.